طيب بصوا يا جماعة، في جملة دايما بنقولها: الشيء بالشيء يذكر. بنتكلم على البينك صح؟ ده مثلا منتج من المنتجات، انا مغطيه اسم براند نيم عشان الهدف الفكره نفسها مش الاسم براند يعني. المنتج ده كان في بارتيشن، انا مش عارفه لسه ده ايه او اسمه ايه او كده. شدني الباكج نفسها، اللون والشكل، عشان اللون البينك زي ما قلنا في المنتجات بالنسبه للجيرلز مهم قوي يعني، او احنا بنحبه. فرحت بس بارتيشن عشان اشوفه وعجبني وجبته. خليني اقول لكم بقى انه الباكج واللون مهم جدا، لكن الاساس دايما هو الفانكشنز او الوظائف والكواليتي. يعني الباكج واللون ممكن يضمن لك ان العميل يشتري الحاجه مره، لكن مش هيضمن لك ان العميل يشتري الحاجه عده مرات بعد كده او يستمر في شراء المنتج ده، او فكره الادوبشن ان هو خلاص يحب المنتج ده ويشتريه باستمرار. بالنسبه لي في المنتج ده، لما لقيت السنت بتاعته قويه وجميله قوي، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعته عاليه، الجوده بتاعته عاليه، خدت الديسيجن انه لا، هبقى اشتريه دايما ان شاء الله عشان عجبني. فهي دي الفكره، انه مش بس الباكج واللون، لا، الكواليتي او الفانكشنز والوظائف اهم حاجه في الاخر. لكن ما يمنعش ان الباكج مهم جدا، دي اول حاجه هتشد عين العميل. وبصراحه يعني مفيش احلى من اللون ده بالنسبه لنا، البينك او اللون الزهري. بس كده، شكرا.